نؤكد النهارده لحضراتكم من خلال فوتبول 360 على انه احمد عبد القادر انهى اتفاقه مع نادي الزمالك. ايوه كده، هي دي الاخبار الحلوه اللي نحب نسمعها. ايوه هي دي، خش عليا يا باشا بالتقيل، خش. يبدو انه احمد عبد القادر حاسم موقفه واخد قراره ولا ينتظر الا انهاء الامور، لانه احمد عبد القادر بخلاف الصوره اللي تم نشرها عبر السوشيال ميديا الخاصه بيه، يعني فهنا نظريه رفض عرض مالي من سيراميكا كليوباترا مقدر ب 20 مليون جنيه تاكيدا على انه ما قيل في الفتره الماضيه حول ارتباطه بنادي الزمالك. نؤكد النهارده لحضراتكم من خلال فوتبول 360 على انه احمد عبد القادر انهى اتفاقه مع نادي الزمالك. يعني الكلام مع مسؤولي الزمالك انتهى، وعبد القادر عارف كويس جدا انه اي موافقه على عرض سيراميكا معناه انه مش هيروح الزمالك. وعبد القادر يرى شقين، اول حاجه انه فرصته في الاهلي انتهت، لا رجوع للاهلي بعد الان. مفيش حل في هذه القصه لانه المكان اصبح مليان باللعيبه. واحد اتنين، يعني لا رجوع للاهلي والمكان مليان باللعيبه، وعندهم بدل الواحد 6 و7 في المركز الواحد في الوينج اليمين والشمال، ومش عايزين يسيبوا الراجل في حاله. لا، عايزين نشوف لك مكان هنا، نشوف لك مكان هنا. المهم ما تروحش للمنافس بتاعنا يا عم ليه؟ يا عم الراجل مش عايزك، الراجل بيقول لك مش عايزك. عايز يروح لاي فريق غير جماهيري، غير منافس على البطولات. وبالتالي نظريه ان في ظهير جماهيري في ظهري دي كان ممكن انك تروح حوالين انديه تانية، منها انديه الشركات، منها الانديه الجماهيريه، لكن مش بنفس الباور. انت هدفك ان انت تكون منافس على شيء ما، حتى لو كان الكونفدراليه الموسم الجاي، دوري، كاس كونفدراليه، في مجموعه من البطولات. الحاجه الاخيره ودي اللي انا شاريها جدا قياسا بكل اللي فات، ان عبد القادر النهارده عارف ان انت ليك سعر في السوق. يعني عارف النهارده ان في قطاع حتى لو مش كبير من جمهور الاهلي بيرى فيه ان ده لعيب حريف كان عنده الحل الفردي في 1-1 اكتر من لعيبه كتير موجوده. وفي الزمالك النوعيه دي من اللعيبه بيكون ليها ظهير جماهيري محترم. مساله بقى الانتاجيه من عدمها يؤخذ منها يرد، لكن لا، هو لعيب محترم وما خدش فرصته في المكان اللي كان فيه ده، خلينا نقولها. بس انت سيبه في حاله بقى، سيبه خليه يطلع اللي جواه، خلي الراجل يسترزق وياكل عيش وياكل عياله واسرته وربنا يكرمه. ليه مكتفه؟ مش عارف ليه كل حاجه حلوه عايزها ليك والناس بقى تاكل تراب. مش فاهم ايه السياسه يعني السياسه المستفزه دي. مش هقول حاجه تانية، لفظ تاني، خليني متحفظ شويه في كلامي. ستايل عبد القادر في اللعب بالنسبه للزمالك محبوب، وبالتالي الوقت اللي ليا فيه سعر فانا لازم استغله. الموقف مع الزمالك والمفاوضات مع المسؤولين تمام. الفكره فين؟ الفكره عند يانيك فيريرا، لانه يانيك فيريرا عنده نظريه الاجانب، والثلث الاخير الاجانب اللي فيه ده اللي بيصنع الفارق. وحتى الان في مسائل ما خلصتش. يعني حتى الان ما بين الفكره بتاعت ان شيكو بانزا خلاص تم انتقاله، المهدي سليمان وثنائي فاركو، ده اللي انتقل بشكل رسمي. والراجل بيلعب على فكره انه المحترفين اللي هيضيفوا في الثلث الاخير. هل عبد القادر يكون في القايمه؟ هل هيقبل ان هو يكون بديل لتشيكو بانزا على سبيل المثال؟ دي اسئله. لكن من حيث التفاهم مع مسؤولي الزمالك، عندك الرغبه، طيب بكام؟ طيب قد ايه؟ دي مسائل تم الاتفاق عليها. لكن قرار المدير الفني وان ده يروح للجنه بقى الخاصه بالتفاوض والتعاقدات انه خلص، هي دي الحاجه التي ما تزال منتظره حتى الوقت الحالي. طيب يعني بس عايز اسال سؤال لبتوع القيم والمبادئ والاخلاق وكابتن مش عارف ايه بيبو ومش عارف ايه، يعني اول ما نشوفه نمضي على بياض والكلام ده. يا جماعه ده الواحد لو متجوز وبعد فتره وعشره وقالت لك انا يا عم انا مش عايزاك، مش مرتاحه معاك، بتسيبها. مش لعيب كوره وانت جايب مكانه 6 وفيهم 2 بنص مليار مكتوب في عقودهم في اتحاد الكوره، كل واحد 5 مليون عشان المشاكل في الضرايب والحاجات دي على عهده الصحفيين اللي بيتكلموا. فاهم؟ مش كوره، لا ده بقول لك يعني في اكتر من ان علاقه ربنا عز وجل اتكلم عنها في القران الكريم. في اكتر من كده. انت مش عايزاك، خلاص انتهى الموضوع، بسيبها وتشوف حياتها واشوف حياتي. انت ليه قافش في كل حاجه كده كانها يعني كانها الاخره، كانك خلاص هنخلد فيها. يا عم اتقوا ربنا بقى، اتقوا ربنا. كرهتونا في الحاجه الوحيده اللي بنحبها في الحياه والمنافسه والرياضه، كرهتونا فيها والله. وبعدين يا اخي الراجل بيقول لك انا مش عايزك تقول لا سيراميكا. يا عم مش عايز اروح انا سيراميكا، انا عايز اروح فريق بينافس على بطوله، عايز اروح فريق ليه جمهور يعرف يوقفني على رجلي تاني بعد اللي انت عملته فيا. يا عم انا عايز اروح في اي خرار على راي المستشار مرتضى منصور. يا عم انا مش عايزك، سيبني. انت ليه ماسك فيه كده قوي؟ يعني انا مش فاهم. لما انت خايف قوي كده ان هو يروح الزمالك ويتالق ويبقى كويس، طب سيادتك ما تلعبه عندك. هو الراجل قال لك ايه؟ لا انا مش هروح اعراض. هتطلعني بيع يا اما انا قاعد معاك لعبني. لكن سبحان الله، عايز الحلوه ليك انت بس، الوحشه للناس، الحلوه ليك انت. وربنا يهدينا ويهديكم يا عم.